هذه الصور اللي نشوفها. الطقس أيضا اليوم رائع، ولا شيء يقف أمام تقديم أداء يعكس هذه الصورة الجميلة في الملعب. الصورة مبهرة حقيقة. هناك شعور عام بأن هذه المباراة راح تكون كبيرة وممتعة جدا. انطلقت المباراة. مصر في مواجهة إسبانيا. يتواصل لاعب برمية تماس. مروان عطية. يا أرزابال لاعب مبدع، لاعب يصنع الفارق، لاعب يقدم الإضافة، هو لاعب تعتمد عليه في الملعب من أجل خلق الفرص والتسجيل، موهوب في صناعة الأهداف، وأي مهاجم يتواجد معه في الملعب محظوظ بتواجد يا أرزابال وقدرته على صناعة الفرص. محمود تريزيجيه. وتمنعها العارضة. كرة أخرى تضيع. أي سوء حظ يلازمهم اليوم. أمر محبط أن تضيع هذه الكرة بهذا الشكل، كانت بحاجة لسنتيمترات قليلة وكانت ستكون في المرمى. مروان عطية. الآن فرصة للهجوم المرتد. والفرصة خطيرة. الله على روعة الهدف. تصريح قوي من اللاعب في أرضية الميدان. هدف يخليه يقدم المزيد في مباراة اليوم، يمنح الفريق ثقة كبيرة، يرفع من المعنويات. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. تشعر وكأنه كان يعرف جيدا مسار الكرة من استلامها حتى إنهائها في الشباك. يا سلام على سيطرة الرائعة على الكرة. يا لها من بداية قوية هنا، وهدف أول مبكر. محمد هاني يستقبلها في وضعية جيدة، يرسلها إلى القائم البعيد. الركنية الأولى في المباراة. ملعوبة قصيرة من إمام عاشور. جافي يبعد الكرة. أحمد فتوح. الجماعة اللي فاتتهم بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف. لعبة خطيرة. يا إلهي، هذه الأهداف اللي نبغيها، هذه الأهداف اللي نحبها. يا سلام على الروعة. بالتأكيد هدف لا تمل من مشاهدته، والتأكيد يأتي بدون توقف هنا. تسديدة في غاية القوة، يخيل لنا أنها كادت أن تقتلع الشباك من مكانها. مصر يعزز تقدمه لهدفين دون رد. أعتقد أن هناك شعور عام الآن بأن الأمور حسمت بالهدف الثاني. هدف التعزيز أزاح الكثير من الضغوطات على اللاعبين. يلعب كرة للجانب الأيمن. باو كوبارسي، واعتراض ناجح. لابورتي. وناي سيمون يبعد الكرة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يغير الاتجاه نحو الأطراف الآن. مهند لاشين. محمود تريزيجيه الآن يأخذ المبادرة. عرضية عمر مرموش. رودري. فابيان رويز ممكن يسجل. تسديدة لم تكن قوية بما فيه الكفاية، كان ممكن تكون التسديدة أفضل لو ركز على المرمى. بيدري.
كوكوريا يقطع الكرة. محمد هاني، مروان عطية، مهند لاشين، أحمد فتوح، محمود تريزيجيه، مهند لاشين، الإنهاء ليست بالمحاولة السيئة هنا بأي شكل. كان واضح من البداية أنه اتخذ قرار وعقد العزم على تسديد الكرة. على أي حال كانت محاولة جيدة على المرمى. رودري، الآن في المكان المناسب. خطيرة هنا، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. عمر مرموش قام بما هو مطلوب منه بالضبط، لكن حارس المرمى تمكن من إبعاد الخطر. يبعدها عن مناطق الخطورة. محمد هاني، محمد صلاح، محمد صلاح، التركيب ممكن يحطها في المرمى. إصرار على مواصلة التسجيل. المباراة أصبحت في المتناول الآن. بكل ذكاء وضع الكرة في الشباك. يا سلام على الكرة، روعة الاستلام هي مناطة الهدف. مظهر جميل، لقطة لا تنسى، هدف سينمائي، لقطة خيالية وصورة فنية رائعة. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا 3 أهداف مقابل لا شيء. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. ميكيل أويارزابال، عمر مرموش، هذه فرصة خطيرة، سننتظر. يلا شوت، يا إلهي لا تسألني كيف ضاعت هذه الكرة. عمر مرموش يظهر فعالية كبيرة في الهجمة المرتدة. مصر يقترب من انهاء الشوط الاول بافضليه التقدم في النتيجه. حلوه التمريره الطويله. بيدري، نقترب من نهايه الشوط بعد مرور 40 دقيقه. محمد صلاح، تطلب الامر عناء كبيره لاستعاده الكره. جافي، محمد صلاح، محمد صلاح، تدخل ممتاز لاعتراض هذه الكرة. عليه لا يلوم الا نفسه على ضياع هذه الفرصة. كانت هجمة واعدة لكنه تأخر كثيرا في اتخاذ القرار. فات الميعاد. محمد هاني يسجل نفسه ضمن الهدافين اليوم. محمد صلاح، محمد هاني يحاول من الأطراف. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. واظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. مصر مسيطر على المباراة حاليا، متقدم بثلاثية نظيفة. والكرة تعود للدوران هنا مع انطلاقة الشوط الثاني. كوكوريا، هل تمر الكرة؟ كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. بيدري، إلى أين هذه التمريرة؟ رامي ربيع، أحمد فتوح، لعبة رائعة الآن. محمود تريزيجيه في مكان فاضي على الطرف. وصلت إليه، الآن ممكن يسجل. يا سلام على كرة في الشباك،
يا سلام على حضور رائع جدا. الشعار الآن لن نتوقف عن التسجيل حتى صافرة الحكم. لقطة جميلة جدا، حطها في المكان المستحيل. روعة روعة روعة. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. تحولت المباراة إلى مهرجان احتفالي. تعامل مع الكرة بخبرة كبيرة، ضغط كبير يساعد، تسديد. حارس يقدم مباراة كبيرة، ينجح في إبعاد الكرات الخطيرة في مباراة اليوم. ربما كان عليه بعض الضغط، يحاول إرسال قذيفة هنا. شباك نظيفة، براعة حارس مرمى، تألق حارس مرمى. محمد صلاح يعتمد على المرتدات بشكل رائع جدا. الله يا صلاح. رودري، بيدري، محمد صلاح. الله يا صلاح. إبعاد الكرة بكل قوة. ركنية هي الثالثة اليوم. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. إسبانيا يحاول أن يخلق فرصة خطيرة الآن. الخطورة الآن في الجانب الآخر. عمر مرموش عليه أن يتعامل الآن مع هذا الدفاع اللصيق. في مكان خطير، هذه فرصة. مصر مع رابع ركنية في المباراة. ينجح الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة. الآن محاولة لرد الخطورة. تحول سريع في الملعب. من جديد لا توجد طريقة للاختراق. محمد صلاح يسدد كرة. لعب الكرة ولكن بعيدة جدا عن المرمى. واضح نهج الفريق في اعتماد المرتدات بشكل رائع. باو كوبارسي، بيدري، ميكيل ويارزابال. محمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح. رودري دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. محمد صلاح، وصلت بشكل رائع. يعود بالكرة للوراء، خطيرة. فابيان رويس، اندفاع كبير. مروان عطية، تمريرة طويلة. فابيان رويس، كوكوريا، جافي، جافي. الله على المهارة. يا عيني، شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. يحاول صنع الفارق. وصلت ومرت هنا، يمكن يسجل، والكرة في المرمى تشعل الأجواء. روعة روعة روعة. حماس كبير في المدرجات، فرح كبير لدى المشجعين. هذه المباراة أصبحت وكأنها حصة تدريبية لا أكثر. صورة تتحدث بشكل واضح هنا.
فريق يسيطر والآخر يعاني. سيتم التبديل الآن. سيطرة غير عادية مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. يتدخل ويقطع الكرة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. مروان عطية، إمام عاشور يلعبها نحو الطرف الأيسر. مروان عطية تروح الآن جميلة خلف الدفاع. ميكيل اويارزابال يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. الدفاع منتبه هنا. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس خطيرة. ضاع الهدف السادس. تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا، لن تصل هذه الكرة. مروان عطية، تمريرة بدون عنوان. محمد هاني، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء.